السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعي قناة المحترف واحد. اليوم أقدم لكم برنامج جميل وبرنامج جيد وبرنامج يقوم بالبحث هل أن أجهزتنا مخترقة أم لا. في الآونة الأخيرة حقيقة كثرت الأفراد. ما يهمنا في هذا كله لا تهمنا الغاية من وراء ذلك. لماذا الحكومات تبحث؟ لماذا المنظمات؟ لماذا الأفراد؟ كل هذا لا يهمنا، لكن ما يهمنا ها هنا هو حماية معلوماتنا الشخصية عبر الإنترنت وكيفية تأمين حياتنا الخاصة. اليوم حقيقة قامت منظمات عالمية تدافع عن حقوق الإنسان بإيجاد حل وبمساعدة الأفراد والحقوقيين الذين يسكنون في المجتمعات الدكتاتورية والأنظمة القمعية، كيفية تقديم شيء لهؤلاء. لأن كما نعرف هناك أنظمة، هناك دول ديكتاتورية، هناك فيها أفراد يدعون إلى الحريات ويدعون إلى الحقوق ويدعون إلى الديمقراطية، لكن الدول تقوم بمراقبة هؤلاء وبتتبعهم عبر الإنترنت. منظمات حقوقية عالمية قامت بإيجاد هذا أو بالأحرى بتطوير برنامج يقوم بمعرفة هل أن حاسوبهم مخترق من قبل الدولة أو من قبل الأنظمة. ولذا قام الباحث الأمني الألماني كلاوديو غوارنيري بالتعاون مع منظمات حقوقية دولية، ومن هذه المنظمات ثلاث منظمات: منظمة العفو الدولية، مؤسسة الحدود الإلكترونية، ومنظمة الخصوصية العالمية، بتطوير برنامج ديتكت. هذا البرنامج يقوم بالبحث في الجهاز هل هو مخترق أم لا. يعمل على فحص الجهاز ويبحث هل هو يوجد فيه برامج تجسس أو لا، وكذلك هل أن مزودي الإنترنت، والأسف هناك مزودي الإنترنت يقومون بالتجسس. هذا البرنامج يقوم كذلك بالبحث هل أن جهازك مخترق أم لا. أنا حقيقة قمت بتحميل هذا البرنامج على جهازي، لكن لم أقم باستعماله لأني أردت أن أشارككم الاستعمال الأول للشرح والاستفادة معا. لكن ما لاحظته اليوم، أنا قام برنامج من موقعها الرسمي بدون أي إشكالية. اليوم أسفل الشرح، أسفل الفيديو على اليوتيوب، لتقومون بتحميله. سأضع لكم الرابط تحت الفيديو. ما أقوم على بركة الله بالشرح. أولا، قبل استخدام البرنامج نقوم بقطع الإنترنت كما تبين لكم هنا في الصورة، وكذلك نقوم بالذهاب إلى الجستيونير دو تاش لإيقاف جميع البرامج التي تشتغل عندنا، سواء بالضغط على هكذا أوفرير لجستيونير دو تاش. على ما أظن أغلبيتكم يستطيعون هذا. نقوم بالبحث هنا على جميع البرامج التي تشتغل لإيقاف. أنا أضغط على البرنامج. لماذا أقوم بإيقاف البرامج؟ لتحقيق كفاءة أفضل لعمل البرنامج. أنا أردت أشارككم، لم أقوم قبلا بإيقاف البرامج، لكن أردت أن أبدأ معكم الشرح بالتفصيل. الآن لكن ليس هناك مشروع برامج الحماية يشتغل، فذلك لا يدرك. ها هو البرنامج ديتكت. نضغط بالفأرة اليمنى، نقوم نضغط هنا exécuter en tant que administrateur كما مبين في الصورة. على فكرة قمنا بإيقاف الإنترنت
وقمنا بإيقاف جل البرامج التي تشتغل على حاسوبنا حاليا. للأسف قديما في النسخ من الموقع الرسمي كان يدعم اللغات. الآن ما أجده هنا يدعم إلا اللغة الإنجليزية. للأسف نقوم الآن، كان هنا قديما يعطينا يقوم بإعطائنا عديد اللغات باستعمالها، لكن اليوم وجدت إلا اللغة الإنجليزية. على العموم نقوم بسكان ناو. هذا البحث الذي يقوم به البرنامج الآن كيف أقولها معنا، كل جهاز وسرعته. أنا ربما يكون هنا يأخذ دقيقة أو دقيقتين، وهذا راجع على قوة الجهاز وطبيعة الجهاز وكبر البرامج الموجودة في الجهاز، كل جهاز والوقت الذي يستغرقه. الآن بعد تقريبا 5 دقائق اكتمل البحث. الحمد لله nothing found، يعني الجهاز آمن. ومن يجد ها هنا رسالة بأن جهازه مصاب، يستطيع أن يقوم بنسخ هذا الرابط والولوج إلى الموقع، وسيقدم له النصائح إن وجد. إذا لم يكن هذا الموقع في طور الاستعمال، وإذا كانت هناك إشكالية، أنصح المشاهدين بإعادة فحص الحاسوب بالأنتيفيروس أو تغيير الأنتيفيروس، أو الاتصال بخبير في الحاسوب، ونعيد قيام بالفحص. إن وجد الفيروس وأن الجهاز مصاب ومخترق، أنصح بالإعادة فرمت الجهاز بصفة كاملة تفاديا لأي مشكل ولحماية أجهزتك. يعني ذلك إذا وجدت أن حاسوبك مخترق، تقوم بقطع الإنترنت نهائيا، تقوم بإعادة الفرمتة، وهو أفضل وأحسن حل. تقوم بإخراج معلوماتك، وضعها خارجا في قرص سلب، في ديسك دور، وحماية معلوماتك، وهذا أفضل. أرجو أن يكون الشرح أفادكم. وهذا معنى من واجبنا أن نشارككم وكل ما هو جديد لحماية معلوماتنا الشخصية. هذا البرنامج من يقوم بتحميله يقوم بنصح أصدقائه أو بنصح المقربين إليه. حقيقة يجب أن نتعاون في حماية أمور حياتنا الشخصية على الإنترنت. لكم مني أجمل التحيات، ويومكم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.